بالفعل بدأت قبل قليل قوى الأمن الداخلي بالدخول إلى حي الشيخ مقصود بعد أن أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري بالانتهاء من تمشيط حي الشيخ مقصود وملاحقة فلول ما تبقى من تنظيم قسد. هذا الأمر لا يعني بأن حي الشيخ مقصود أصبح آمنا. هناك فرق الألغام وفرق الهندسة العسكرية وأيضا قوى الأمن الداخلي دخلت قبل قليل لتأمين هذا الحي. كما ذكرت وزارة الداخلية بأن تأمين هذا الحي ربما يستغرق يومين قادمين ريثما يتم الإعلان بأن حي الشيخ مقصود أصبح آمن لدخول المدنيين وخلوه من بقايا تنظيم قسد وحزب البي. هناك نقطة ربما ما تزال الاشتباكات دائرة هناك بين قوى وزارة الدفاع وما تبقى من فلول تنظيم قسد، وهي نقطة طبية كما أعلنت وزارة الصحة عن ذلك. خلال الساعات القادمة ربما ستعلن وزارة الدفاع وهيئة العمليات في وزارة الدفاع خلو هذا الحي من كل خطر ممكن أن يهدد الأهالي، إن كان داخل حي الشيخ مقصود أو من القادمين من أهالي حي الشيخ مقصود اللي خرجوا قبل يومين بإعاز من أو ببيان من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لخروج الأهالي لضمان سلامتهم. نتمنى السلامة للجميع، الرحمة لجميع الشهداء، ومزيد من الانتصارات، وإن شاء الله الساعات القادمة راح نسمع الأخبار الطيبة بإذن الله تعالى.